تخيل عالق على جزيرة مهجورة، جزيرة ما فيها جنس بشر ولا ضوء قمر، بدون ملجأ يحميك ولا ماي ترويك، مقطوع من كل الاتصالات البشرية، بدون أي مخرج من الجزيرة، وفوق هذا كله يكون عالق معاك سفاح مختل عقليا. مهمتك الوحيدة هي البقاء على قيد الحياة والنجاة من هذا السفاح المجنون بأي طريقة. والله يا جماعة وأنا أقرأ القصة حسيت إني قاعد أقرأ فيلم رعب مو قصة حقيقية، ورحت وتأكدت من القصة أكثر من مرة وجبت مصادر موثوقة. وفعلا هذه الأحداث اللي حصلت في سنة 2011 يوم كان في قبطان سفينة نرويجي مر بقاربه الصغير على جزيرة صغيرة مهجورة اسمها لتويا، لكن وهو مار بجانب الجزيرة سمع صوت إطلاق نار وأصوات ناس تصارخ بشكل مخيف ومرعب جدا، فاستغرب كيف صوت إطلاق نار وأصوات ناس من جزيرة مهجورة، فبدأ يتأكد ويشوف الجزيرة بمنظاره، وفجأة طلع شخص غريب من بين الأشجار يشوفه يركض بشكل مخيف باتجاه البحر يحاول السباحة والهرب وكأن الموت يلاحقه، وفجأة يشوف شخص ثاني غريب يمشي وراه لابس لبس رجل أمن ومصوب مسدسة عليه، ويشوف ناس تحاول تهرب من رجل الأمن هذا. على طول استوعب القبطان إن هذا الرجل مختل عقليا من تحل شخصية رجل أمن وقاعد يقتل ناس بشكل عشوائي على هذه الجزيرة المهجورة. فكيف صار هذا الشيء؟ وكيف وصلوا ناس ومعهم سفاح خطير على جزيرة مهجورة كليا؟ وقعت أحداث قصتنا في سنة 2011 بجزيرة اسمها لتويا، والجزيرة هذه تعتبر ضمن دول النرويج. الأحداث بدت يوم شخص خطير ومضطرب عقليا اسمه فيك خطط انه يقتل اكبر عدد من الناس بشكل عشوائي على جزيرة مهجورة. لكن شو اللي وصل لهالمرحلة؟ فيك كان عمره 32 سنة ومبين عليه انسان طبيعي وعادي جدا، لكن اللي ما تعرف الناس ان فيك عاش طفولة وحشية وصعبة جدا، عاش بفقر وحزن أغلب أيام طفولته، أمه وأبوه ما يهتمون فيه ولا يسألون عنه، وحاس نفسه وحيد في هالدنيا. أبوه يطلع من الصبح ويرجع آخر الليل يضرب أمه قدامه، وأمه تروح تطلع حرتها كلها في هالمسكين فيك. والمشاكل اللي كانت تحصل بين أمه وأبوه قدام عيونه سببت له صدمة، لدرجة أنه وصل الأمر للطلاق بين أمه وأبوه. وحتى يوم أمه وأبوه انفصلوا عن بعض ولا واحد فيهم كان حاب انه يعتني ويربي فيك. لكن الشيء الغريب انه مع كل هاي الظروف القاسية والصعبة كان فيك طالب ذكي ومجتهد جدا في المدرسة، وكان من الطلاب المتميزين بذكائه، بس للأسف حبه للدراسة ما دام، وقرر يترك دراسته بالكامل لأنه واجه تنمر وعداوة كبيرة من الطلاب بسبب ضعف وغرابة شخصيته. كان فيك إنسان انطوائي جدا وما عنده أصدقاء في المدرسة، ودائما تشوفه واقف بروحه، ما يحب الاختلاط بالطلبة أو معاشرة الناس، وكان هذا كله بسبب صدمات الطفولة اللي أثرت عليه. وهذا هو الشيء اللي فتح باب التنمر واستغلال ضعف شخصيته عند الطلبة. ومع الأيام كبر فيك وبقلبه كره وحقد على المجتمع والناس اللي حواليه، تفكيره كله كان بالانتقام من الناس. وفي يوم من الأيام كان فيك يتمشى في شوارع مدينته، يوم لفت انتباهه ملصق كان موجود على جدار مدرسة مكتوب فيه عن رحلة لجميع طلاب المدرسة. رحلة كانت لاستكشاف تاريخ وطبيعة إحدى الجزر المهجورة في النرويج اسمها لتويا، وكانت الجزيرة تبعد تقريبا 100 كيلو متر في البحر. وهني بدأ فيك يتذكر أيام المدرسة والمعاناة اللي كان يعانيها أيام الدراسة من الطلاب والمعلمين وحتى أهله والمجتمع اللي عايش فيه بالكامل. وفي هذيك اللحظة قرر فيك بالانتقام. لكن كيف بينتقم؟ هني فيك جت له فكرة مجنونة، وقال أنا إذا رح أنتقم لازم أرتكب مجزرة بالناس وخليهم يتذكروا اسمي مدى الحياة. وقرر أن أفضل طريقة للانتقام رح تكون في الرحلة المدرسية على الجزيرة المهجورة. أول شيء لأنه رح يكون في عدد ناس كبير، وفوق هذا جزيرة مهجورة بعيدة عن المدينة ورجال الأمن، فحتى لو تم الاتصال برجال الأمن رح يستغرق وصولهم أقل شيء ساعة كاملة، وأكون أنا خلصت مهمتي وقتلت أكبر عدد من الناس. لكن السؤال الصعب كيف بيوصل للجزيرة، والسؤال الأصعب كيف بينقل أسلحته بدون ما يلفت انتباه الناس أو إثارة الشك فيه. أنا ما قلت لكم إن فيك كان ذكي جدا من صغره؟ شوفوا الفكرة اللي طلعت
طلعت له. كانت فكرته انه يتنكر بلبس رجال الامن ويكون مسلح ويروح ينتظر المدرسين ومدير المدرسة عند نقطة التجمع للرحلة، واول ما يشوفهم يقنعهم بان مركز الشرطة ارسلوه لحماية الطلاب والمدرسين في هذه الجزيرة، خاصة انها بعيدة ومهجورة ولازم يكون معاهم حماية. وفعلا نفذ خطته ونجحت، واقنع جميع الطلبة والمدرسين بالموضوع. وكانت الرحلة شاملة أكثر من 200 طالب وطالبة ومن بينهم مدرسين وإداريين. وفعلا ركب معاهم في السفينة وتوجهوا للجزيرة مع جميع الطلبة والمدرسين. ولكن خلال رحلتهم أحد المدرسين ما ارتاح للموضوع أبدا، كان قلبه حاسة أن في شيء غلط. أول ما وصلوا للجزيرة ونزلوا من السفينة قرر هذا المدرس يسأل فيك عن هويته العسكرية، وليته ما سأله لأن كانت أكبر غلطة سواها المدرس في حياته. أول ما فيك حس بانكشاف هويته طلع مسدسه على طول وبدأ بإطلاق النار على المدرسين وعلى جميع الطلبة. وأول واحد قتله هو هذا المدرس اللي سأله عن هويته. استطاع في البداية قتل ما يقارب 30 شخص، وباقي الطلبة استطاعوا الهرب نحو الغابة في الجزيرة المهجورة. لكن السفاح مرتاح وواثق إن ما في أي مخرج من الجزيرة نهائيا، فمو مستعجل يركض وراهم أصلا، عارف الموضوع عبارة عن مسألة وقت قبل ما يقتلهم واحد ورا الثاني. ولحسن الحظ بعض الطلبة كانت عندهم لياقة بدنية عالية، فكل ما يسمعوا صوت اقتراب السفاح أو صوت إطلاق نار قريب عليهم يبتعدوا عن المكان بسرعة. وبعد مرور أكثر من 4 ساعات انتبه قبطان سفينة نرويجي على صوت إطلاق نار وأصوات ناس تصارخ من الجزيرة المهجورة، وانتبه على وجود رجل أمن مسلح يطلق النار بشكل عشوائي في الجزيرة. استوعب إن هذا سفاح مختل عقليا. على طول اتصل في رجال الأمن وخبرهم جميع التفاصيل. بدأت تتحرك القوات الأمنية بأسرع وقت، لدرجة أنهم استعانوا بطيارات هليكوبتر للوصول للجزيرة. ولكن للأسف فات الأوان وترك السفاح خلفه أكثر من 80 جثة وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين بجروح بالغة. استطاعت القوات الأمنية السيطرة على الوضع وإلقاء القبض عليه، ولكن بعد فوات الأوان. وكانت هذه المجزرة من أبشع الجرائم اللي حصلت بدولة النرويج، واللي من يومها زعزعت أمن البلد بالكامل. طبعا بلا شك حكموا عليه بالسجن المؤبد، لأن قانون الإعدام ما ينطبق عندهم بالنرويج، مع أن هذا المريض يستاهل الإعدام. والله الشيء اللي أنا استنتجته من القصة أن بعض الناس اللي تتعرض للتنمر أو تعيش طفولة صعبة يكبر معاها هذا الشيء ويستمر مدى العمر، لكن بعض الناس تتعامل مع هذا الشيء بشكل سلبي مثل قصة اليوم، وبعض الناس تحوله لطاقة إيجابية بأنه يصبح من أنجح وأشهر وأغنى الشخصيات المعروفة بالمجتمع. هذا كله يعتمد على حسب تفكير الشخص طبعا. أتمنى القصة عجبتكم يا رب. لا تنسوني بالاشتراك بالقناة ولايك هذا الفيديو، ونشوفكم في القصة اللي بعدها.